نهار دار الفلوس ولا عطيها غير البنات والقصاير، ومرتو ما كيدياش فيها. ومرتو دائما كتقول له راه انت الروح باش كنتنفس، راه انت العينين باش كنشوف. واحد النهار مشى عند واحد صاحبه وقال له اعطيو لعيالاتكم وقت وحبوهم كيف ما هما كيحبوكم. انا عاود لكم واحد القصه. هذا واحد السيد زوج بواحد البنت، وبداو حياتهم من الزيرو، ما كان عندهم والو. وهذيك البنت دائما كتقول للزوج ديالها راني كنبغيك راجلي، راك انت الضو ديال عيني باش كنشوف، راك انت الروح باش كنتنفس، راه انت بلا بيك ما نقدر ندير والو. هو ما كيتيقش هذا الكلام اللي كتقول ليه. المهم صبرات معاه وبداو حياتهم من الزيرو حتى ولا رجل اعمال. نهار دار الفلوس ولا عطيها غير البنات والقصاير، ومرتو ما كيدياش فيها. ومرتو دائما كتقول له راه انت الروح باش كنتنفس، راه انت العينين باش كنشوف. واحد النهار مشى عند واحد صاحبه وقال له مرتي دائما كتقول لي انت العينين باش كنشوف، انت الروح باش كنتنفس، انت بلا بيك ما نعيش، لو وقعت لك شي حاجه نموت. ولكن انا راه ما كنتيقهاش. قال لي لا بغيتي تعرف هادشي واش بصح ولا ماشي بصح، سير عندها قول لها راني مريض ومشيت للطبيب، والطبيب قال لي الكلاوي ديالك عياو وضروري خاصك شي واحد اللي يتبرع لك بكلوه. جا عند مراتو قال ليها راني عيان ومشيت للطبيب، والطبيب قال لي الكلاوي ديالك بجوج ما بقاوش صالحين، وضروري خصك اللي يتبرع لك بكلوه، والا ما لقيتيش اللي يتبرع لك بالكلوه غادي تموت. شافت فيه وقالت ليه انا اللي غادي نعطيك الكلوه، يلاه معايا في الصباح نديروا الاجراءات ونشوف واش الكلوه ديالي غادي تناسبك، والا ناسباتك انا اللي غادي نعطيك الكلوه ديالي. قال ليها وما يمكنش نخليو الوليدات ونمشيو انا وياك للطبيب، خليني نشوف غير شي واحد يتبرع لي بها. قالت له انا اللي نعطيك الكلوه ديالي، اما نموتوا بجوج ولا نعيشوا بجوج. بقى كيشوف يوم مشى عند صاحبه قال له اسمع مرتي شنو قالت لي. قال له وسير عند الصاحبه اللي انت مصاحب معاها وشاري لها الدار وشاري لها الطوموبيل ودير ليها الخدامات، وقول ليها هاد الهضره وشوفها باش غادي تجاوبك. مشى عند صاحبته قال لها راني مريض ومشيت عند الطبيب وقال لي راه الكلاوي ديالك عياو وضروري خاصك شي واحد اللي يتبرع لك بالكلوه، ودابا انا ما عرفتش فين غنلقى شكون هذا اللي غادي يتبرع لي بالكلوه. شافت فيه وقالت لي الله يجيب الشفاء الله يشافيك، واش انت حمق؟ قالت له بنادم غادي يتبرع لك بالكلوه ديالو؟ قالت له اللي عنده شي حاجه راه قاداه. قالت له هذا الشيء راه ما كايناش والله يشافيك والله يعاونك. المهم دابا انا راه عندي شي شغل غادا نقضيه اسمح ليا. خرجات وخلاته هو في الدار ومشى عند صاحبه وقال لي اسمع اشنو قالت لي الصاحبه واسمع شنو قالت لي مرتي. وهنا الراجل فهم باللي راه المراه ديالو كتبغيه كتر من كل شيء الخوت. عرفتي ديك المراه اللي كتبدا معاك من الزيرو ومن كيكون عندك والو حتى كتولي لاباس عليك، هذيك راه ما خصكش تفرط فيها نهائيا، لانها فاش بغاتك انت، ما بغاتش هذاك الشيء اللي انت كتملكه. اما الصاحبه راه كتبغي غير داك الشيء اللي عندك، طامعه غير داك الشيء اللي عندك. فتهلاو في عيالاتكم وحبوا عيالاتكم واحترموا عيالاتكم وحتى هما يحترموكم ويحبوكم، والله يجعل ربي يحفظكم. وإلا عجبتكم القصه ما تنسونيش من لايك وحركه الاكسبلور باش كلشي يستافد.